المشاهدين في الداخل والخارج، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المناسبة العظيمة، وهي افتتاح محلات قاسم وقاسم. ونترككم الآن مع زميلي من الإذاعة عبد اللطيف، فليتفضل. شكرا الجمهور الكريم، وإلى حين قدوم رجال الأعمال لافتتاح هذا الصرح العملاق نترككم مع الفنان بلال سبيت. يا ابنة البال سجعي وافرحي وافرحي معي، يا ابنة البال سجعي وافرحي وافرحي معي، حدد اليوم عن زبا ومعين ودباعي، حدد اليوم عن زبا ودباعي، يا ابنة البال سجعي وافرحي وافرحي معي، يا ابنة البال سجعي وافرحي وافرحي معي، حدث اليوم عن سبا ومعينا وتوفاي، حدث اليوم عن سبا ومعينا وتوفاي. ها هم الآن رجال الأعمال قاسم وقاسم يتجهان باستقبال كبار الضيوف. والآن قاسم وقاسم يستقبلان العاقل ومرافقيه. أهلا وسهلا يا عاقل، وشرفنا بحضورك. أهلا بالعاقل. اهلا يا قاسم ويا قاسم، اهلا يا حفظ الله، حياك الله حياك الله. اشتي تصورني انا وقاسم عبادي فقط ما حد يطلع خيرنا، تمام؟ انت بحق خيرنا ما عبه ولا شيء، منتظرين للمدير بس. وصل. في هذه الأثناء وصل إلى أرض الاحتفال لافتتاح هذا المشروع الضخم أمين عام المجلس المحلي ومدير المديرية. ها نحن نراهم الآن بأم أعيننا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بأبيهم وأمي، رجال الأعمال قاسم وقاسم ومعهم العاقل وأمين عام المجلس المحلي. هم الآن يتقدمان خطوة بخطوة قاسم وقاسم في اتجاه هذا المشروع الضخم لافتتاح هذا الصرح العملاق. ها هم الآن يتقدمان بثبات نحو الشريط الأحمر قاسم وقاسم، ويمتشقان من جيوبهما مقصاتهم التي تلمع كالسيوف. يا له من موقف رائع يذكرني بقول الشاعر: فوجدت تقبيل السيوف لأن لمع الكبارق ثغرك المتبسم